السلام عليكم. في البداية ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض كبدة فراخ. لو بتطلع منك زفرة انسي بقى اي طريقة تانية عملتيها، وتعالي خدي الوصفة ديت واعتمديها في وصفاتك، وبجد هتطلع احلى واجمل كبدة عملتيها في حياتك ان شاء الله. وهنعمل مع بعض سلطة بابا غنوج زي اللي بنشتريه من المحلات واحلى كمان. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض في البداية معايا كيلو من كبدة الفراخ. طيب هي بتطلع معايا زفرة، هعمل هحط معلقة من الملح وليمونتين كبار كده ونعصرهم عليه بدون اي مية، ونسيبهم على جنب حوالي 10 دقايق. وبعد كده نبدأ نغسل الكبدة ازاي. القلب بتاع الكبدة هنفتحه من النص، بيبقى فيه دم او في اي زوايد كده بننضفه كويس. والكبدة برضو من النص كده وافتحيها بيبقى فيها دم، وبرضو هتبدأي تشيليها وتنضفيها كويس وتقطعيها تقطيع كبير وتشطفيها شطفة سريعة. يبقى كده احنا غسلنا الكبدة وضمنا اللي هي مفيش فيها اي زفارة. معايا بقى معلقة من التوم، والبهارات عبارة عن فلفل وكمون وبودرة بصل وبودرة توم وبهارات كبدة. من كل حاجة معلقة صغيرة. هنعمل هنجيب بولة ونحط فيها الكبدة. وانتي بتغسلي الكبدة اوعي تحطي عليها مية كتير علشان المية بتديها زفارة. تمام. الليمون والملح فقط لا غير، وممكن معلقة طحينة. الطحينة برضو بتشيل اي زفارة وجميلة جدا. وانتي بتشطفيها هتشطفيها على طول كده تحت المية جارية بسرعة علشان برضو ما تديش معاكي زفارة. وهنا حطينا التوم والبهارات على الكبدة في البولة. ولو عايزة بقى البهارات مش عايزة تلزق عليها وكده هتقلبي بالراحة جدا علشان طبعا الكبدة ما تتهريش منك لان هي بتبقى ضعيفة جدا. فهتحطي معلقة زيت كده وبالراحة كده بايدك، برضو البسي جلافز في ايدك او بايدك عادي او معلقة زي ما احنا بنعمل مع بعض، وتقلبيها وتخلي البهارات تتغلف كويس جدا في مع الكبدة. هنا بقى معايا ووك على النار، حطيت فيه شوية حلوين من الزيت، وهبدأ اختبر كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. شايفين الزيت سخن جدا. اوعي تنزلي بالكبدة مرة واحدة، هننزل بيها واحدة واحدة كده علشان الزيت ما يبردش معايا. شايفين هنزل كده بالراحة، ما تنزلهاش كلها مرة واحدة زي ما اتفقنا. ولو في بقى اي بهارات كده في البولة ولا اي حاجة نزليها زي ما انا عملت معاكم كده، وفرديها بالراحة جدا. ما تقلبيش، احنا بنقلبش، احنا بنسويها كده علشان تاخد كلها تسوية واحدة. وهنسيبها حوالي 5 دقايق. اوعي تيجي ناحيتها خالص ولا تقلبيها علشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها. احنا كده اديناها صدمة، فهتحتفظ بالسوائل بتاعتها ومش هتنزل اي سوائل خالص. وهنا كنا بنشوي البتنجان، هتحطي بقى بتنجانية كده على البوتاجاز وتشويها برضو. بجد السلطة بابا غنوج جنب الكبدة بتبقى رهيبة. تمام. هنا بقى خدت لون، هنبدأ نقلبها. شايفين الزيت مفيش فيه اي سوائل خالص، والكبدة احتفظت بالسوائل بتاعتها ومش بالتالي مش هتنشف معايا، وهتبقى جوسي كده وجميلة اللهم بارك. ابدأي بقى تقلبيها كده بالراحة ما شاء الله. شايفين بوريكم. هتقلبيها برضو على الناحية التانية وتسيبيها برضو حوالي 5 دقايق. طبعا الوصفة دي ما بتاخدش معانا وقت خالص، الا هو بس غسيل الكبدة هو اللي بياخد معانا وقت علشان ننضفها كويس ونضمن احنا بناكل هاتي بقى الكبدة على جنب كده، وهاتي بصلاية كبيرة متقطعة حلقات كده زي ما احنا شايفين. بقطعها من النص واقطعها حلقات زي ما احنا شايفين رفيعة كده بالسكينة. لو عايزين الوصفة تبقى كاملة بعد كده قولولي في الكومنتات. يعني لو عايزين مثلا الكبدة اغسلها معاكم، اقطع معاكم البصل، اقطع معاكم الفلفل، الحاجات كده، ولا كده الفيديو احسن عشان ما يبقاش طويل. يعني الفيديوهات كلها 7 دقايق 8 دقايق، اقصى حاجة 10 دقايق دوت لو مش روتين وفيديو بس وصفة يعني وكده. فقولولي إيه اللي يعجبكم. طبعا والبصل برضو حطاه يدبل كده على جنب. بحاول اقلب الكبدة بالراحة، واول ما البصل يدبل معايا نبدأ نقلب الكبدة مع البصل. طبعا في الوقت ده خلاص كده الكبدة يعتبر استوت معايا. هتبدأي تقلبي بقى كده البصل مع الكبدة.
بجد طعمها وريحتها بتبقى قلب البيت. وهاتي بقى كده فلفل، قطعيه كده حلقات، وده قرن فلفل سبايسي وفلفل رومي عادي. وطبعا لو عندك فلفل الوان برضو هتبقى شكلها جميل جدا، بس انا ما كانش عندي فاحنا بنعمل بالمتاح عندنا. وطبعا ممكن كمان تشيلي السبايسي عادي، بس ده فلفل مش سبايسي قوي يعني، هو بيديها نكهة جميلة جدا، فده يعني اختياري. وطبعا هنحط الملح، بس نخلي بالنا علشان بهارات الكبدة بيبقى فيها ملح، فنحاول ما نكترش الملح علشان ما تحدقش معايا قوي. وطبعا وانت بتشطفيها برضو في الغسيل الاول تغسليها كويس من الملح علشان ما تبقاش حادقة معاكي برضو. طبعا احنا بنسيبها حوالي 10 دقايق بس عشان ما تمتصش الملح وتبقى حادقة معانا. هي معلقة بس من الملح، ما بتكتريش الملح قوي. كده خلاص الكبدة خلصت، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. تعالوا بقى نعمل بابا غنوج. معايا معلقة كمون، معلقة صغيرة من الثوم، وليمونة وقرن فلفل كده حراق. طبعا الفلفل ده مش سبايسي قوي، فهنحط نص قرن بس، مش هنزود قوي. وطبعا هنجيب الكبة او الخلاط المتاح عندك ونحط فيه الباذنجان بعد ما اتشوى. وطبعا هنعصر الليمون. طبعا بتشيلي البذر منه علشان ما يبقاش فيه كده مرارة. وهتحطي بقى الكمون والثوم، منحطش الا كمون وثوم بس، مش اكتر من كده. طبعا انا اسفة جدا على اطاءة الفيديو، ان الكاميرا معايا كانت تقريبا مبكسلة شوية فما اخدتش بالي خالص، فيعني اعذروني. وهنحط بقى معلقة كبيرة كده من الطحينة، ومعلقة زيت. وطبعا هنا كنت بظبط الملح، ظبطي بقى الملح كده بتاعه، واضربيه في الكبة. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، بجد احلى واطعم بابا غنوج هتدوقيه في حياتك. وممكن نبقى نعمله مع بعض كده فيديو منفصل ان شاء الله باذن الله. كده بعد ما خلصتها كده اغرفيها بقى في طبق كده ومعلقة زيت، وزيني كده شكل الطبق، بيبقى شكله جميل جدا في التقديم. ومعلقة طحينة كده على الوش برضو. الإضاءة والله ظلمة الطبق. وزينيها بقى كده، اعملي وردية كده، حطي حلقة كده من الليمون، وقرن فلفل كده قطعيه كده يعني حلقات رفيعة كده. وزيني كده، عملنا زي الوردة كده. طبعا ممكن ما تعمليهاش خالص، بس لو عندك ضيوف كده قدميه بشكل جمالي كده. شايفين الشكل ما شاء الله جميل جدا، والطعم. هنا بقى الكبدة بعد ما خلصتها خالص ووريها لكم من قريب. ما شاء الله الشكل بيتكلم عن نفسه، ومحتفظة بالسوائل بتاعتها، والطعم بجد رهيب. ممكن تقدمي بقى مع طحينة والبابا غنوج وعيش بلدي كده وشوية بطاطس محمرين او مكرونة، اللي يعجبك ويرجع لك انتي. تعالوا بقى نغرفها كده. شايفين الشكل؟ اللهم بارك، الشكل بيتكلم عن نفسه. اتمنى تجربيها وتقولي لي ايه رايك في الكومنتات. وتجربي برضو البابا غنوج، ومتنسيش الكبده مع البابا غنوج بتبقى رهيبه جدا. وشويه بقى عيش بلدي كده، على شويه سلطه طحينه، على شويه سلطه بابا غنوج. ما شاء الله هتاكلي احلى سندوتش في حياتك كلها. والله جميله جدا، وعلى فكره فيها فوائد جميله جدا ورهيبه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوناش من دعواتكم واللايكات يا حلوين والتعليقات الجميلة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.